النهارده باذن الله هنعمل مع بعض البسيسه بطريقه سهله جدا، وكمان بتكون اخف من الكيكه وطعمها بجد حكايه. شايفين ما شاء الله الارتفاع البسيسه جميله ازاي، وشايفين اللون الجميل ازاي. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يصحكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه هنقول بسم الله. انا هنا معايا دقيق نص كيلو من دقيق الذره الاصفر، جايباه من عند العطار. ابتدي ان انا انخله كويس بالشكل ده. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كده خلاص نخلنا دقيق الذره الاصفر. نبتدي ان احنا ننزل عليه بكوبايه دقيق، وننزل على الدقيق بكيس بيكنج باودر، ونبتدي ان احنا ننخل الدقيق كويس على دقيق الذره الاصفر بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده نبتدي ان احنا ننزل عليها برشة ملح بسيطة جدا، ونبتدي ان احنا نقلب المكونات الجافة مع بعض بالشكل ده. لازم نقلب كويس دقيق الابيض مع دقيق الذرة الاصفر بالشكل ده، نقلبهم كلهم كويس جدا مع البيكنج باودر ورشة الملح، نقلبهم كويس جدا. وبعد كده نسيبهم على جنب.